3 بطاطسات بس عملنا بيها الاختراع ده، عيش براونيز. معانا عيش براونيز، ده نوع بطاطس كده الناس بتتكلم عليه، فقلت اجربه معاكم. معايا 3 بطاطسات غسلتهم وبشرتهم وخليتهم يصفوا، ومعايا 6 معالق زيت ومعلقه دقيق ومعلقه مستردة كبيره. حطيت البطاطس، وبعد كده حطيت معلقه الدقيق، بعد كده هنزل عليهم بمعلقه المستردة، بعد كده ب6 معالق الزيت. بعد كده هتفضلي تقلبيهم كأنك بتعجني كده عجين. بعد كده انا دلوقتي بحاول اقلبهم لكم وانا ماسكه التليفون، بس مش عارفه، فقفلت وعملتهم لكم كده، قلبتها كده تبقى عامله كده في بعض. فهنا صراحه يعني حسيت اللي هو طب ما فيش ملح، ما قالوش حطي ملح، ما قالوش مش عارفه ايه. فهنا عملت ايه، حطيت رشه ملح وحطيت ندعك دي كمان، وبعد كده نزلت عليها بالزيت كده. الزيت ما يبقاش سخن قوي، يعني الزيت يبقى بالمنظر ده. وبعد كده بقلبها كأنكم بتسووا بطاطس بالظبط، شوفوا انتوا بتسووها ازاي وسووها. بعد كده طلعت معايا كانت بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان طعمها جميل جدا 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 جدا، ومش بتعمل في الزيت خالص. بقى الناس تقولك هتفرتك اكيد، لا لا لا، دي طلعت حكايه والله ونجحت قوي. ونقدر ناكلها بالكاتشب او بالمايونيز. وعايزه اقول لكم ان انا هنا كنت بحاول اوريكم هي قد ايه بتقرمش، بس ما عرفتش. بس جميله الصراحه، جميله قوي قوي قوي، جربوا.